السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كلكم وحشني كتير كتير كتير. جايلكوا بقى بشقة المصيف السنة دي حاجة اللهم بارك، بجد هتعجبكم جدا. الشقة دي يا جماعة في ابو قير. انا ما لحقتش اصور لكم الواي فاي فوق اهو، فقلت ما صدقت لقيته دلوقتي في الفيديو، فقلت اقول لكم انه في واي فاي في الشقة، مع اني كنت عايزه اسيبها لكم مفاجأة لاخر الفيديو، بس يلا مفيش مشكلة. وريتكم دلوقتي التلاجة، بسم الله ما شاء الله، التلج ومية وبتسقع الاكل بتاعك اللي بتجيبيه وبتتلجه، وحاجة زي الفل. وادي الغسالة جربتها واشتغلت بيها وزي العسل. الخلاط برضو عملت بيها عصير، بسم الله ما شاء الله تحفة. وادي المطحنة والدنيا فاضية عشان حاجتك اللي هتجيبيها تحطيها وما انتش ناعية اهم حاجة. هنا المطبقية، كل الأطباق دي والكوبايات دي بتاعة الشقة نضيفة زي الفل، والصواني والحوض وكل حاجة موجودة، وكل حاجة بجد نضيفة جدا. وادي الهون والمبشرة والصواني، بجد بجد أنا لو كنت أعرف ما كنتش جبت حاجة خاصة بيا. بس ديت الشقة بعد ما خلصناها وكنا مروحين، فقلت أصور لكم بقى الفيديو. ادي الفرن. انا اول مرة بجد اللهم بارك اروح مصيف والاقي الفرن بتاع البوتاجاز شغال. طبعا هنا كنت بعرض الباسكت بحطه مكانه يعني. الفرن شغال والله، وعملنا عليه بطاطا وعملنا عليه صينية فراخ بالبصل، وحاجة بجد اللهم بارك. ربنا يحفظ لهم الشقة يا رب، ويجعلها دايما قدم الخير عليهم وفتحة خير يعني ورزق ان شاء الله عن طريق الفيديو ده لما الناس تشوفه. هنا الحمام بصوره لكم، طبعا الدنيا نظيفة زي الفل، والسخان موجود. في صورة تانية في فيديو تاني عن الحمام هتشوفوه بعد كده، بوريكم جزء من شكل البلكونة بالليل كان عامل ازاي، والقعدة عاملة ازاي. وادي المنشر بالمشابك بكل حاجة، بقول لكم كل حاجة كانت موجودة. هنا قاعدة طبعا. كل الكراسي بلاستيك، بتحطي شيلت وبتقعدي بتبقي مرتاحة بالترابيزة، افطري هنا وتغدي هنا وعيشي حياتك. أدق التفاصيل هم واخدين بالهم منها، حتى بصوا يعني براويز آيات قرآنية محطوطة بشكل جميل جدا، وحاجة على قد الإيد. ودي كنبة دي تحفة 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 ومريحة جدا، وبتتفتح تبقى سرير. صراحة احنا أول ما روحنا فتحناها وحطينا عليها، فرشنا عليها ملاية سرير وقعدنا بقى، اللي يحب يقعد يتفرج على التلفزيون براحته. مروحة حبيتي تشغليها، احنا بصراحة خدناها اوض النوم جوه. الأوضة اللي احنا كنا نايمين عليها على الشارع، لأن بالليل احنا بنقفل الشباك وبنعمل الستارة، فالدنيا بتقفل بقى شوية، فبنروح شغالين المروحة. وهنا الأوضة التانية وفيها مروحتها وفيها السفنج بتاعها. المراتب بتاعتها سفنج تاكي تحفة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والدولاب نضيف وزي الفل، تدخلي تحطي حاجتك معاكي الرشاقات بتاعتك، تعلقي فيها فساتينك، تعلقي فيها قمصان جوزك او التيشيرتات، ولو مثلا حد عنده خروج او حاجة بعد البحر ياخد الحاجة مكوية ومظبطة وينزل بيها. ايه تاني كنت عايزة اقولها لكم؟ يعني احنا كده عرفنا ان الشقة فيها كل حاجة متوفرة. المواعين مش لازم تجيبي مواعين ابدا، حتى سوري انا نسيت خالص خالص اصور الدولاب اللي تحت في المطبخ، فيه الحلل والصواني والمصافي وكل حاجة انت ممكن تحتاجيها، مش عارفة ازاي نسيت اصوره. دي الأوضة التانية اللي هي فيها شباك على البحر، برضو بالدولاب بتاعها الخاص بسريرين بحاجة منتهى النظافة. الأرض سيراميك تنضف في ثانية، مسحة بسيطة عشان اللي قاعدين بس، وتلاقي الدنيا زي الفل حواليكي. أصبح كده معانا طبعا الشقة زي ما قلتلكوا جاهزة، مواعين وكل حاجة ومعالق وكل حاجة، وكمان فيها كتل، وفيها الخلاط، فيها تلاجة تمام، فيها واي فاي للنت زي ما انت عايزة. غير كده بقى معاملة صحاب الشقة اللهم بارك، ناس في منتهى الأدب في منتهى الاحترام. بجد محترمين جدا وكويسين جدا، وكلمتهم واحدة ما لهمش كلمتين. هنا كنت بوريكم ان البلكونه الناحيه التانية جنبي. وكمان نسيت اقول لكم ان فيها غاز طبيعي، لا هتحتاري بقى لو الانبوبه خلصت منك فجاه وانت بتعملي اكل ولا اي حاجه من دي. طبعا هنا كنا خلاص بقى لابسين وماشيين، وهنسيب بقى الشقه ونسيب البحر ونسيب الدنيا دي كلها. هتشوفوا كمان حاجات تانية بتبقى موجودة بالليل، هصورها لكم في المقطع الجاي. بس بالله عليكم لو الفيديو عجبكم اعملولي لايك وشير واشتراك في القناة، عشان بجد عايزة اعمل فيديوهات الفترة الجاية كويسة جدا. هنا صورت لكم بالليل ان الدنيا هنا حية جدا وونس وحاجة في منتهى الجمال. تحت هنا واحد بيبيع او بيأجر بيتش باجي وعجل، وتحت البيت على طول الكافيه اللي تبع العمارة،
اسمه كافيه العمدة، وفي قدامه شاطئ العمدة. يعني تلبسي المايوهات كده انتي واللي معاكي وتنزلوا على البحر على الشط على طول. جنبه على طول الحتة اللي انا بشاور عليها دي او مصوراها شاطئ او نادي شاطئ المحاربين القدامى. ده بعدها بقى في التاني. هنا بقى بصور لكم كل حاجة كانت في الشقة صور. أتمنى يكون الفيديو شارح نفسه. لو عايزين التفاصيل كاملة عن الفيديو والعنوان عن صاحبة الشقة يعني أو صاحب الشقة، رقم تليفونه، العنوان بالظبط، كل ده اكتبولي في التعليقات عشان أعرف إن انتوا شفتوا الفيديو كله، وأنا هقول لكم كل حاجة خاصة بالشقة وبصحابها وبالعنوان. وبجد سعرها مناسب جدا لأي حد عايز يجي يصيف في الشقة دي. سعرها في متناول الجميع. وأسيبكم في حفظ الله وأمنه. كنتم مع أم الأمارات. السلام عليكم ورحمة